إذا أردت أن تخطف لنفسك الأنظار فعليك أن تكون أسداً في كل شيء. وهل يخشى الأسد أحد؟ لا، ولن يصنع ذلك مهما كانت الظروف. تمر الأيام، تمر السنوات، وللمغرب هدف واحد، هو أن يبقى في القمة ويصفع كل الحاسدين. ديما مغرب. هذا تصريح أعلى القيمة، زاويتنا نحددها الآن كي نشرع في الإخبار والتذكير على أن الرياضة الهدف. ففي الوقت الذي كان فيه المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم يكتب التاريخ في قطر، نجحت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في أن تخطف تنظيم بطولة هامة للمرة الثالثة في تاريخ مغرب الأحداث الكبيرة، لها كل المكانة في عالم كرة القدم، كأس العالم للأندية. أنا سعيد جدا بهذه العودة إلى المغرب، هذا البلد الكروي الكبير. نحن هنا اليوم من أجل قرعة كأس العالم للأندية التي أرى أنها ستنظم في أحسن الظروف بالمغرب، هذا البلد الكروي الكبير. هذا جياني إنفانتينو يتحدث عن بطولة كأس العالم للأندية التي ستنطلق في الفاتح من فبراير إلى 11 منه على أرضية ملعبي طنجة الكبير والأمير مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط، بمشاركة فرق من الطراز العالمي يقودها ريال مدريد الإسباني بطل الشامبيونز ليج، الوداد الرياضي ممثل المغرب بطل دوري أبطال إفريقيا، والأهلي المصري الذي يشارك بدعوة أنه كان الوصيف في إفريقيا، إلى جانب الهلال السعودي ممثل آسيا، ومن أمريكا الشمالية نادي سياتل ساوندرز الأمريكية، ونجد أيضا أوكلاند سيتي نيوزيلندي بطل أوقيانوسيا، وفلامينغو البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية. زوار من كل القارات رحب بهم قبل انطلاق المنافسة، قبل انطلاق الحدث، ولم يترددوا في أن يعبروا على ما عاشوه من لحظات أولى فوق التراب المغربي. طبعا دايما احنا المغرب زي ما انت قلت كده بتعتبر وطننا الثاني، واحنا سعداء ان احنا نبقى موجودين هنا. افتتاح هذه التظاهرة الكروية الخاصة بكأس العالم للأندية كتب له أن يكون بملعب طنجة الكبير، هنالك في عروسة الشمال. ستنطلق الرحلة في بطولة يطمح المغرب بأن تنظم بأحسن طريقة وأفضلها على الإطلاق، وهو الذي راكم من التجارب ما يكفيه، حيث سبق له أن نظم التظاهرة في نسختين سابقتين 13-20 و14-20. ففرجة ممتعة لمن سيتابع أحداث البطولة عبر التلفاز، ومرحبا بكل الزوار في مغرب الضيافة والترحيب.